صار لنا 60 سنه عم نلحمس حاجه لحمس. ليش ما كملت تمثيلي؟ ليش اخترت ستاند اب كوميدي؟ ما حدا دق لي، خلصت المسلسل. شو مشكلتك مع جميل الحسن؟ ما عندي مشكلة. انا يعني صوفتي حمراء، ما بيقدروا يحطوا اسمي لانه عرفت بيتعبوا معه. انا بوحده من الحلقات بزحنا مع موسى القمر، بس موسى القمر بيحكي معي، يعني بيبعث لي مسجات، انسان لطيف محترم وعقله كبير وبيعرف انه هذا كله مزح. ابو عمشه، ايه انت تعرضت لتهديدات من اشخاص بسبب انك حكيت مع ابو عمشه، مع انه هو كشخص بظن ابو عمشه ما عنده مشكله بالموضوع. بعتقد انا ما بنعرف اذا عنده مشكله ولا ما عنده مشكله، وعنده مليون مشكله، بس هو لا كمان ما عندي فكره، يعني انا ما بعرفه. انا مره قاري تعليق تحت: انت عمري لأم كلثوم، انت عمري لأم كلثوم. واحد كاتب لك عليك وعلى الثانيين. مساء الخير. اليوم بعد 14 سنة غياب في معنا حدا كتير أنا بيعني لي إنه إجا لعنا، كوميديان ممثل، عمار دبا. كيفك عمار؟ منيح كتير، تسلم لي، شكرا كتير. هلا أنت مثلت بخبز وملح، هي أول شيء بلشت فيها مع أستاذ قصي خولي ومع أشخاص كتير مهمين يعني، فليش ما كملت تمثيلي؟ ليش اخترت ستاند اب كوميدي؟ ما حدا دق لي، خلصت المسلسل. زعلت ممثل سائل يبكي ممثل احوال، والله ما بعرف. لا بس بهداك الوقت الحقيقه كان في بوتنشل وكان في مشروع تاني كتير كبير وما زبط. وانا ما بعرف حدا بالوسط الفني، انا مو ابن الوسط الفني، انا مالي دارس بالمعهد العالي، وحتى بدوائر الاجتماعيه هي ابسط بكتير من هي الدوائر، فانا فعلا ما كنت متصل بهذا العالم. وفي شغله تانية جواتي قد تكون انانيه شوي. انا قلت اذا مره تانية بدي اوقف قدام الكاميرا، بدي اوقف قدام الكاميرا واعمل شيء دور بطولة. انا كاتبه. لا ابدا لا مو دور بطوله، لا بدي اعمل شيء انا كاتبه، بدي مو لانه انا كاتبه، بهذاك الوقت كانت كتابتي زباله، بس انه يعني كنت بدي اعمل شيء انه تحس فيه. ما بعرف، بس كمان لقلك شغلي لو اجتني الفرصه بجوز انا عم بحكي حكي هلا عم بيض، يعني انه ما كان في فرصه. لا ما اجت، كنت رحت. بكل بساطه ما اجتني فرصه ولا حدا بيعرفني، وبجوز لفتت نظر شخص ولا اثنين، بس هي يعني واتجهت بعدها للكتابه. طب انت بلشت بكتابه مسرحيه مريخ 2050. مريخ 2050، واو انت عامل ريسيرش. بشتغل صح. ليه ما كملتها؟ كملتها وخلصتها، كتبتها كلها بعدين ما سابه. معناتها الريسيرش تبعي قديم. لا الريسيرش تبعك صح. كانت مريخ 2050، كان اسمها غير شيء بس نسيت شو كان الاسم، وكتبتها وبعدين ما حبيتها ورد رجعت، فهي مشروع غير مكتمل وما راح يكتمل. ما خلاص. لا ما راح. ختمتها بنهاية انه ما داك. لا ما راح يكتمل. انا صرت يعني مخي كله صار بمحل تاني، يعني الفكرة كلها كانت كتير ساذجة يعني. طب بس هلا انت لسه بتكتب، يعني انت لسه بتكتب، بس هلا بتكتب لستاند اب كوميدي وسكريبت رايتنج. انا بكتب سكريبت. سكريبت رايتنج. يعني اذا بدك تكتب لنا شي شغله هنا بنلجأ لك، فينا نلجأ لك نحن. اهلا وسهلا. اكيد ما مشكله، كم نحكي بعد نرجع. طيب شو مشكلتك مع جميل الحسن؟ ما عندي مشكلة كشخص، يعني لا كاعلامي خلينا نقول. ما عندي مشكله ما عندي مشكله مع جميل حسن. انا بيضحكني، يعني اللي بيضحكني الصراحه مو بس جميل حسن، يعني كثير من الاعلاميين الموجودين وانا واحد منهم، لانه احنا كلاتنا عم نطبش بالمي، يعني ما احنا ما بنعرف طريقنا لسه مزبوط. فبتضحكني الهفوات، يعني كثير بتضحك. يعني اعلامي راكب على خصم فرد، يعني منيحه هي، واو رهيبه. ففي خلط هيك ما بين شخصيه الاعلامي والمحقق، ما عم نعرف وين الخط. لا هو ما عم نعرف نمسكها، عرفتها هيك عم تزبط. هو في برنامج كان بلبنان يمكن يكون عم يحاول هو يعمل يعني نفس الطريقة تبع البرنامج، ما بعرف إذا حضرانه أو بتتذكروا. كان يكون في بين الأمن الجنائي أو الأشخاص اللي بدهم يلقوا قبض على عصابة أو كذا،
يكون هذا البرنامج موجود معهم عم يواكب الحدث، فيعني يتفقوا مع بعضهم ويروحوا هن يلقوا القبض على الشخص بوجود إعلاميين. ما في احتمال يكون عم يتصرف بنفس التصرف انه هو على تواصل مباشر مع الاشخاص. نحن في عنا مهمه اليوم بدنا نروح نقبض على فلان الفلاني مثلا. انت شفتوا هذاك البرنامج كنت تتابعه؟ شفت منه شيء يعني؟ ايه اعلامي كان معه فرد على خصره؟ لا اكيد لا. منيحه بس منيحه. اوكي والله ايه ما بصير اعلامي يكون في فرد على خصره عم يركض مع وعم يحقق مع المتهمين. انت مو شغلتك تحقق مع المتهم. يعني انا جميل حسن او هادي عبد الله او هدول الناس كلياتهم، هدول ناس تعبوا وناس لهم معاناتهم ولهم الايام الصعبه اللي مرت عليهم. هن يعني عن جد هدول ناضلوا نضال حقيقي. بس هذا النضال الحقيقي يعني النضال شيء والعمل الاعلامي شيء اخر. الاحترافيه شيء اخر. وانا ما بخص الاشخاص اللي ذكرت اسمائهم، عم بحكي بشكل عام. بشكل عام يعني ما مو ظابطه. بدك تعرف شو عم تعمل. يعني مثل هي مثلا انه نضالك ما بيغفر لك انك تخطأ اخطاء اعلاميه. بس انا هون مو لحاكي، هون برجع بقول لك هذا رايي الشخصي. انا رايي الشخصي، بس انا هون مو لحاكي. وحتى شو هالاسبوع هو مو هون مو ليحاكي، هو ليفتح. شفت هاي النقاش اللي حكيته انا وياك هلا؟ انت عم بتقلي ايه في برنامج انا عامل لك بعدين وصلنا لنتيجه انه حتى بهداك يعني حتى اذا كان عم يقلد هذاك البرنامج، بهداك البرنامج الشخص الاعلامي ما كان مسلح او ما كان عم بيحقق مع المتهم. فالفكره هون انه في خطا اعلامي قد يكون ماشي. نحن بس عم نفتح نقاش مو اكثر. تمام. نحن ما عندي مشكله مع حدا بنوب يعني. نحن يعني خلينا نقول هي المشكله مو مهنيه، هي المشكله باخطاء بتخص الاشخاص عم يتصرفوها. حاعطيك اياها هناك. انا زلمه كوميديان، والكوميديان يعني هو ما هي فرصه بيستغل. يلي بس حدا يباصيلي بدي شوط يعني بقول عرفت. وحلوه ولا ليش حتى مع بس حلوه هي القصه. حلوه لما يكون في رقيب، بس رقيب لذيذ وظريف وبالنكته بيقول لك في احلى منها يعني. بنبهك بالنكته مشان الناس كلها تضل على انه ينتبهوا يعني ينطروا قفاهم يعرفوا انه اوكي بجوز توقع بلسان فلان. فيعني عادي حلوه والله ظريفه. هي في اشخاص كتير ما عندهم روح الفكاهه حاليا، يعني طالعين من 14 سنه دمار، فلسه بدها شوي هيك. انا ما بظن السبب هو ال 14 سنه دمار حتى. بس لا انا بعتقد لانه انت شفت في ناس حضرانين كانوا الشوز وبالشوز حكينا بلاوي زرقاء وناس ضحكت وناس انبسطت. في ناس بيكون القصر شغال وبيكونوا عم يضحكوا ويمزحوا. أنا بالبيت الواحد انا واخواتي ما مو نفس الطبق. في ناس بتتقبل وفي ناس بتتقبل. انا بس بتذكر بشبه هي الشغله لو وقت اللي كنا نحن بالمدرسه الاعداديه او المدرسه الثانويه نكون في شله كلهم هيك شباب بيقعدوا بيمزحوا بيقفلوا عرفت كيف؟ وفي واحد بينهز على السريع وبيحرد وبيروح. ايه هذا كلياتنا نضحك عليه انه شو هالولدانه ابو طمسه شو هالولدانه عم تتولد. ايه حلوه واحد قاعد ورا شاشه عم يتفرج على التلفزيون وهيك ويحس حاله مولده يعني حلوه. بخلينا نضحك مع بعض يعني رواق. شو رايك بالشباب بالكوميديانز اللي موجودين بسوريا حاليا خلال هالفتره اللي اجيت فيها؟ ما بعرف بجوز لسه ما كل العالم بيعرفوهم او شايفينهم او شيء، بس نحن مبسوطين. نحن ما كنا متعودين على هذا الشيء من فتره قريبه مو فتره طويله يعني انا خلال السنه الماضيه اللي بلشت اعرف انه في عنا شيء اسمه ستاند اب كوميدي، مع انه في كتير من الشباب اللي موجودين بالستاند اب كوميدي هن رفقاتي من عمر من زمان. ايه بس انا ما بعرف انه هن بيأدوا هذا الشو او هن بيعملوا هذا الشيء. لحتى مره رحت وحضرت وانا كشخص لقيته كتير شيء بيغير لك مودك بظل الظروف اللي انت موجود فيها. بس انت لما اجيت خلال هالفتره طلعت بعتقد مع كتير اشخاص بشويات. شو كان انطباعك عنهم؟ شو رايك فيه؟ هلا اول شيء انا شهادتي مجروحه فيهم لانه هن الشباب هدول شو شريف حمصي اللي هو اللي اسس ستيريا هو صديقي من ايام دبي، ونحن تعرفنا على بعض بورشه ستاند اب كوميدي بدبي عند استاذنا علي السيد. حلو. طبعا هي مناسبه لاقول انه علي السيد وزوجته مينا التشيوني هدول الناس لهم فضل علي كبير كتير. ناس محترفين علموني. يمكن هذا الحظ اللي انا حظيته انه لما تركت سوريا وطلعت
انفتحت على عوالم تانية. اشتغلت بمسرحيات كانت جاية من برودواي تعمل بدبي، قدمت اوديشنز وانقبلت. ادوار صغيرة وشغلات تجارب كلها كتير بسيطة، في منها مسرح غنائي، في منها مسرح عادي. عملت كمان اشتغلت بأكثر من تجربة من هذا النوع. عملت ورشات تمثيل عند واحد من أهم مدربين التمثيل بالعالم كمان. كانت هي شغلة يعني صدفة صارت، وزوجتي هي اللي قالت لي شوف في هذا الإعلان. خلاصة الحديث اشتغلنا مع ناس كتير بروفيشنالز، وتعرفت هنيك بمدرسة الكوميديا اللي اسمها دوبامدي. تعرفت على شريف، وبعدين تفرقت طرقنا. أنا سافرت وهو سافر. والحكي بيحكي معي شريف من فترة بيقول لي هذا الحكي بسنة 2022 بدنا نعمل ستاند اب بالشام، شو نساوي؟ قلت له خلينا نعمل ورشة. كيف بدنا نعمل ورشة؟ هلا أنا يعني صوفتي حمراء، ما بيقدروا يحطوا اسمي لأنه عرفت بيتعبوا معهم تجي. عفوا بيعتقلوهم كلياتهم. فقلت له خلص لا تحكي شيء، أنا بعطيكم الورشة بالسر وبنعملها أونلاين. وفعلا أعطيتهم هي الورشة، وكانوا يا 11 يا 12 شاب وصبية كتير زراعة بطيروا العقل. ما الكل ضلوا، بس في جزء منهم ضل فعلا مستمر. في مواهب كتير حلوة، في بوتنشل كتير كبير. بس ستيريا كلها على بعضها، والتجربة الكوميدية بسوريا المحلية اللي بسوريا عمرها 2.5 هذا عمره. والكوميديان بيقولوا عمره هو عن جد كم سنة صار له. يعني أنا ككوميديان بيقولوا لي قديش عمرك؟ بقول لهم عمري 13 سنة. أنا صار لي 13 سنة بعمل ستاند اب. هي في ناس عمرهم 45 سنة بيعملوا ستاند اب، 60 سنة بيعملوا ستاند اب، 70 سنة بيعملوا ستاند اب. ففي فروقات كتير هي تراكم الخبرة. هذا يعني مو شيء يتم من الممكن انك تتجاهله. كتير له قيمة وكتير بيأثر بوقفة المسرح والخبرة وبكل شيء. فالشباب كتير موهوبين وكتير شاطرين وعم يعملوا شغل كتير منيح، وقدامهم قابلية كتير كبيرة للتطور. شرط انه يضلوا عم يشتغلوا، وهن يعني ما شاء الله عليهم عم يشتغلوا. يعني هن قوايا اكيد. نحن حبينا، نحن ما كان عندنا هذا التوجه نهائيا. يعني هلا عم نشوفه جديد، ولما نكون موجودين عم نشوف كمية الاشخاص اللي جاية تحضر ستاند اب كوميدي، عم بتشوف انه ايه هذا شيء ناجح، ممكن يكون ناجح. نحن المسرح التغى يمكن كتير من زمان، ما عاد سمعنا انه في مسرحيات عم تصير. بس هلا بجوز هو هذا بغير طريق، بس عم يعوض شوي عن المسرح، لأنه عم يكون في لقاء مباشر مع الأشخاص اللي عم يلقوا أو عم يتواصلوا مع العالم. شو إحساسك أنت إنه بعد 14 سنة جيت لهون؟ حسيت في اختلاف؟ حسيت بشي؟ ولا إنه أوكي يعني غبت 14 سنة وراجع الأمور مثل ما هي؟ يعني رحت تركتها مثل ما هي رجعت، ولا في؟ هلا أول شيء الإحساس يعني في شيء كان مستحيل أو صار ممكن لهالدرجة. يعني أنا وصلت لمرحلة كنت عم أقول إنه أنا ما عاد فيني شوف أهلي. صرت جاهز حالي إنه أهلي بيوم من الأيام حأفقدهم وما حقدر أشوفهم. خلص انتهى الموضوع بالنسبة لي. وهالشي شكل لي مشكلة كتير كبيرة لدرجة إنه أنا ما عاد صرت أتجنب إني أتصل فيهم أو أحكي معهم. غيب أحيانا مثلا شهر ما أحكي مع أهلي، شهر ونص ما أحكي معهم، ويبعتوا لي إنه أنت ليش زعلان منا أو شيء. لا بس لأنه أنا مالي قدران أحكي معهم، لأنه كنت عم حس إنه خلص خليني بلش جاهز حالي إني حأخسره. كتير كان قاسي. يعني هاي الفترة هي تقريبا شيء فيك تقول 2 يعني آخر 2 كانوا كتير قاسين. بعدين صار ممكن. رجعت هلا بتذكر لما فتت من الحدود، كنت جاي من بيروت أنا، فدخلت من الحدود اللبنانية وبلشت الحدود السورية. كنت من كتر ماني عارفان شو حس، انبسط، ازعل، اضحك، ابكي، ما بعرف. وجمدت فعلا يعني بس جمدت. ما بعرف كيف بدي اوصف لك اياها. ف احساس ولا احلى من هيك ولا اروع من هيك، ما في احلى بس يعني انا اسف، بس انت كنت عم تخطط لحتى تتجاهل او عم تحاول تبعد احساسك عن اشخاص هن المفترض يعني اقرب اشخاص بالعالم المفترض يكونوا هن لعمار. فانت يعني لهالدرجه كان الموضوع سيء؟ يعني كنت حاسه انه خلص كتير سيء لانه كان انا بحياتي عندي مقتلين ما في غيره، هن عائلتي والكوميدي. يعني انا عائلتي الصغيره مرتي وبناتي، وعائلتي اللي اكبر شوي اللي هي بابا وماما واخواتي.
هذا هو المقتل تبعي. بالاضافه للكوميدي تحرمني من واحد منهم ما بعود، بتعامل بطريقه كتير عجيبه ما بعرف شو بدي اعمل. ايه كان رد فعل لا شعوري بس ايه كان وضع كثير سيء لانه كنت حاسس انه لا يمكن كيف بدي فوت ويعني يشحطوني من على يعني كنت مطلوب وكان في مليون قصه. طب ودخلتك على الحدود، يعني بالحدود انت طالع قبل وزاير وراجع، هاي المره حسيت باختلاف؟ ايه طبعا اختلاف كبير كتير. اول مره فوت على نقطه حدوديه سوريه ما بشوف عسكر ولا الشبابيك، يعني هي قصه كتير كبيره. يعني وين ما رحت بالدنيا الناس اللي بتشتغل بهذا بمعظم الاوقات بيكونوا موظفين مدنيين. نحن تعودنا على العسكرة، على مظاهر الخوف، القمع، الترهيب، يعني راحت في احلى منها. يعني من اول ما فتت حسيت هيك انه الحمد لله يلا فهي كانت كتير حلوه. انت كنت منزل ريل او ستوري من يومين يمكن اولت امبارح او هيك شيء على شيء صار معك بالشارع. ايه بتذكر عن شرطي المرور بعتقد كنت ماشي، كان في اوبن مايك وكنت رايح احضر الاوبن مايك. انا وماشي بالشارع في سيارتين صافين هيك، فبدي امرق من بيناتهم، واقف شرطي المرور يعني وما له شايفني انا وراه، فبدي امرق هيك هو لا شعوريا عم يتحرك لانه عم بيمشي السير الزلمه. تمام. فانتبه علي اني وراه، قام بلم وقال لي عفوا. يعني انا بحياتي ما سمعتها من شرطي، بحياتي ما سمعت شرطي اعتذر لانه وماله غلطان. يعني هي قمه اللطف، عرفت كيف؟ واجتني ردود افعال متباينه جدا على هاي الستوري. في ناس فكرتني انه عم بيطبل برافو يلا هيك، لانه في ناس بيعتبروا شو هالاسبوع انه هو برنامج معارض. الناس لسه ما بتستوعب انه هو برنامج سياسي ساخر، بس ساخر ما بتفرق، ومو معارض. هو اي شيء بنقدر نسخر عليه، اي شغله ممكن نطلع منها مسج، سواء كانت لصالح طرف ولا صالح طرف تاني ولا صالح اطراف ما بعرف شو. فنحن ما لا معارضين ولا مؤيدين، هذا البرنامج برنامج سياسي ساخر. فالناس فكرتني انه عم طبل، وفي الطرف الثاني تبع هلا هيك خلاص صاروا هلا الشرطه من يوم الشرطه كانوا حبابين وكانوا لطيفين. من وين كان الشرطه حباب؟ الشرطي كان حباب بعد ما تعطيه رشوه، وتدفع له رشوه حباب اهلا وسهلا تفضل تمشي، اما قبل كان يتبلاك. ايه هي وحده من الشغلات اللي شفتها ومغيره بالبلد طبعا ايجابيا. يعني كان بدي اسالك على موضوع الكوميديا اللي كنت عم تحكي عليها هلا. انت عم تعمل شيء هو سياسي ساخر، ليش اخترت الخط السياسي حصرا؟ يعني ليش ما اخترت اي خط تاني كان؟ انا خطي الكوميدي. انا بالاساس اذا بتقلي يا عمار بتعرف عن حالك، ايه انا ستاند اب كوميديان بالاساس. تمام. انا اكثر شغله بحبها بالعالم هي الستاند اب كوميدي، وراها مباشره بحب السكريبت رايتنج، يعني اني انا اكتب سكريبتس. بالستاند اب كوميدي انا بحب اعمل كوميديا اجتماعيه، لانه بحس انه القضايا اللي فيها قضايا دائمه وبهذا الشكل تمام، وهذا الشيء اللي بيخليك تتغير. يعني انت سهل كتير توقف هيك من بعيد وتأشر هيك لبعيد تقول هذا عمل غلط، هي سهله كتير. ولسه احلى لك اذا انت قاعد مو منتبه قام اجى حدا قال لك شفت شلون؟ عرفت؟ هيك بتعمل الكوميديا السياسيه. بس الكوميديا الاجتماعيه اللي بتخليك تفكر كل يوم، بتخليك توقف قدام المرايه وتقول انا غلطان، انا هيك عم بتصرف، مثل ما عم يحكي هذا الكوميديان انا هيك عم بتصرف، معناتها انا غلطان، يمكن لازم غير، يمكن لازم لا انا منيح. فهي اللي بتخليك تسأل حالك الأسئلة، مو بس توقف على بعيد وتقول هن غلطوا، لا الكوميديا الاجتماعية بتخليك تقول أنا غلطت. وجودك برات سوريا ساعدك انك تقدر تكون مرتاح انت وعم تحكي اللي بقلبك؟ ايه طبعا، لان يعني في كتير اشخاص حابين كانوا يوصلوا صوته، ويمكن هلا لسه في اشخاص نتيجة الخوف السابق لسه لهلا خايفين كمان يوصلوا صوتهم بهي المرحلة اللي نحن موجودين فيها. لو كنت انت بسوريا كنت قدرت تعمل اللي عملته بشو هالاسبوع؟ طبعا لا بشو هالاسبوع ولا غيره. انا قبل شو هالاسبوع كان في قطش ولحش، كان في طقطق، وقبل منه كنت دائما حتى يعني باي طريقه ما اعبر عن افكاري. انا زلمه كنت عايش برا، كنت محظوظ، هذا حظ اني انا عايش برا، عندي هذا الامتياز بقدر اعبر عن رايي.
لا يمكن قارن بين معاناتي ومعاناة الناس اللي موجودين اللي عاشوا هالتجربة الصعبة القاسية اللي ما فيك تحكي كلمة لا بتاكسي ولا بالبيوت ما كنا نسترجي نحكي. فلا يمكن أبدا أني إيسا بإحدى المقابلات من شي 4 سنين تسألني مذيعة بتقلي أنت أول ستاند اب كوميديان سوري. قلت لها يعني شو الإنجاز يعني إنه والله أول ستاند اب كوميديان سوري. إيه أنا إنسان كنت محظوظ. الحظ هالعشوائية يلي بالكون خلتني أكون بمكان لقيت فيه هي الفرصة ورحت عليها وبس. طيب كان في عندك أعمال كمان تانية اللي هي شوي بعتقد كارتونز أو شيء من هاد؟ الأنيميشن. أنا اشتغلت بالأنيميشن. طبعا ما اشتغلت بالأنيميشن كأنيميتر، أنا كتبت للأنيميشن. الشو الأول اللي عملته كان موقف ميكرو. اشتغلت عليه، كان فكرتي مع شريك إلي، وأنا وقتها طلعت عملت كنت أكتب النصوص وأنا أعمل الدورين. والفكرة ما بعرف بتتذكره، برو شادي موقف ميكرو. ايه منصور مسلسل أطفال إماراتي، بس منصور اشتغلت عليه أنا وصديقي عبد الله الكفري، الله ييسر له. عبد الله من أفضل الناس وشخص كتير موهوب، ومنصور عمل ضجة كبيرة. يعني مسلسل منصور 40 حلقة. يعني مسلسل منصور لقوا أجزاء، عملوا له بعدين أجزاء. احنا كنا بالجزء الأول فقط. بعدين كبر وصار من المسلسلات اللي كتير مشاهدة على مستوى الوطن العربي. يعني هلا هو أنت أخذته من الجريدة أو من المجلة اللي كانت تقريبا، يعني لأنه كتير قريب على المجلات اللي كانت تجي على سوريا للإمارات. لا أبدا. الفكرة كلها كانت كتير من الأساس من الصفر. يعني كان في شخص، هذا مشروع كان ل أدنوك أو لا مو أدنوك، المهم واحدة من المؤسسات الكبيرة كتير بأبو ظبي، كانوا حابين يعملوا هاي الشخصية وحكوا لنا هيك تفاصيل عليها. أنا وعبد الله اشتغلنا وكرييتد القصة كلها. يعني بديناها من الصفر وكتبنا السيزن الأول وطلعناه. فهو كانت التصاميم ويعني تصميم شخصيات وكل الحكي هذا مو إلنا، يعني في ديبارتمنت تاني هي اللي بتشتغل هالشيء. نحن بس كرييتد الفكرة وكيف بيتعامل، صفاته الشخصية، وبعدين الحلقات ومواضيع وحوارات. طيب كيف طلعت أنت منهم لهدول كلياتهم واخترت إنه خلاص أنا عندي وجهة واحدة، أو ما فيني أقول وجهة واحدة للحقيقة، يعني أنت في عندك وجهتين يعتبروا اللي هن ستاند اب كوميدي وكتاب وسكريبت رايتنج. ايه وغير هدول انت عم تعمل تبع شو هالاسبوع، ولا شو هالاسبوع بدك توقفها تنهيها، او شو هالاسبوع ما هيوقف خلص بكمل فيها، بدك تستفز اي انسان بقيان لسه في شويه صحوبيه بينك وبينه. لا مو استفزاز، بس يمكن هي النقطة اللي الناس ايام بتستغرب. يعني مثلا انا بواحدة من الحلقات بزحنا مع موسى العمر مثلا. موسى العمر بيحكي معي، يعني بيبعت لي مسجات، انسان لطيف ومحترم وعقله كبير وبيعرف انه هذا كله مزح. محمد طاهر اللي هو صاحب بودكاست دفين، هذيك اليوم شربنا انا وياه فنجان قهوه هي في واحده من الحلقات احنا هيك مزحنا مزحه عليه هيك صغيره، يعني قمه الكبر العقل والرواق، يعني عادي يعني. طيب ما عم نستفز حدا، ما يعني مو لانه ما بدنا، لانه ما بيهمنا يعني. لا اكيد ما بيهمك، بس يعني انت عم تضرب احيانا على وتر ايه بيحرك شعور استفزاز عند نسبه كتير كبيره من انه حاجتنا لحمسه. تماما حاضر، يعني لحمسه، يعني صار 60 سنه عم نلحمس، حاجه لحمسه. اكيد بس يعني اللي شفته أنا خلال كتير شويات أو خلال كتير ريلات كنت عم تحكيها، تكون عم تحكي عن أشخاص حتى هلأ موجودين، هلأ هن موجودين معنا خلينا نقول بالدولة يعني أنا بقول لك الرئيس ولازم مين بدك عادي يعني تعرضت لتهديدات أنت من أشخاص يعتبروا هن مثلا وقت اللي كنت عم تحكي على أبو عمشة، انت تعرضت لتهديدات من اشخاص بسبب انك حكيت مع ابو عمشه، مع انه هو كشخص ضمن ابو عمشه ما عنده مشكله بالموضوع. بعتقد هلا ما بنعرف اذا عنده مشكله ولا ما عنده مشكله، وعنده مليون مشكله،
بس هو لا كمان ما عندي فكره يعني انا ما بعرفه. بس اللي بتكتشفه بعدين بالوقت انه الحقيقه الجمهور، شوف انا بفهم اول شيء بعد اول هيك ساعه ساعتين بتخاف، لانه في ناس بيبعتوا لك بيقول لك بدي اقتلك، بدي اذبحك، ايه بدي عيلتك اعمل فيها كذا وكذا. في ناس لحقوا عائلتي يعني على السوشيال ميديا، لحقوا عائلتي وانا بناتي ما بيحكوا عربي فيبعتوا له مسجات بالعربي، ما بعتوا لهم العربي ايه يعني وهيك وخلاص. عرفت كيف؟ بعدين قول هي عالجناها قصة. بس بعدين بتكتشف انه هدول الناس ما لهم وجود بالواقع، هن موجودين ناس على السوشيال ميديا محبطين. يعني في ناس محبطين هن مفكرين، لانه نحن مرق علينا 60 سنة من الاحباط، 60 سنة من اللاجدوائية، 60 سنة شو ما بتعمل ما بتوصل لمحل. هلا حسوا انه اخيرا حصلنا على شيء. نحن بس لحتى اوضح لكل الناس، اللي صار هو انجاز كتير كبير، بس نحن ما حصلنا على شيء لسه. ليش؟ مو لانه اللي عم ينشغل قليل، لانه نحن بنستاهل اكثر بكتير. نحن بنستاهل نكون فوق فوق. فهلا هي البدايه، وطالما هي البدايه بدنا ننتقد ونضل ننتقد، واللي ما بيعجبنا ونمزح عليه وبنحكي. فهن هدول الناس اللي عم نحكي عليهم موجودين خايفين، لانه هلا اذا عمار دبا حكى بشو هالاسبوع قصه، عرفت كيف؟ اذا فريق شو هالاسبوع طلعت بباله يحكي عن فقره ما بعرف شو وهي دقته هيك شوي وقال لك وليه معقول يروح عليه، فهو يستنفر على السوشيال ميديا وبيبعت لك. تكتشف على انه هذا كله موجود بهذا الفضاء الافتراضي اللي ما له اي وجود يعني مجرد كلمات على السوشيال ميديا فقط غير، ما بيطلع منه. تعتبر انه نحن اوكي موضوع الحريه، تعتبر انه نحن هلا تحررنا بس ما اخذنا كل اركان الحريه الصحيحه؟ يعني نحن لسه بدنا اشواط لحتى نجلس بموضوع انه نعرف نحن شو يعني انت عندك حريتك انك تتصرف بشكل حقيقي. ب 8 ديسمبر نحن انولدنا، 8 ديسمبر حصلت هي الولاده. تمام. ابن عمي الله يرحمه وهو كان شريكي بالكتابه، مهما كان يقول لي سوريا حامل. بالفتره اللي نحن فيها اللي سوريا حامل، مرة حامل وحملة تقيل وتعبانة. ب 8 ديسمبر نحن ولدنا، اجينا على الحياة. الطفل نولد لمس الحياة، عم يتنفس، بس لا بيعرف يمشي ولا بيعرف يحكي ولا بيعرف يتعامل مع اللي حواليه، لساته وعيه هالقد صغير. نحن كمان هيك، لأنه الحرية، الديمقراطية، العيش المشترك، كل هدول هن مثل الرياضة، بدك تمارسهم لتصير منيح فيهم. مشان هيك عبارات مثل الشعب مو جاهز، الشعب مو جاهز لأنه ما عم يتدرب. دربوه، افتحوا له المجال لحتى يعبر عن حاله. ما حيخطئ، بلا بده يخطئ مرة ومرتين وثلاثة، بس بعدين رح يمشي الحال. دي مقابلة قبل، أو خلينا نعتبر هي مقابلة قبل، كنت عم تحكي على شغلة أنا حبيت أرجع أسألك عنها عن جديد. كنت عم تحكي إنه بال 2018 يمكن أنت تشخصت باكتئاب. يعني أنا بعرف كوميديان مفترض من جوا روح ومرحب. يعني كم كوميديان بتعرف؟ بعرف تقريبا 5 عرفت، وخرستون يعني خرستون هن الخمسة اللي صراحة معهم اكتئاب يعني الحياة. فهي أنا عم بسأل على دي، ما بدي أعمم يعني هو مو تعميم إنه الكوميديانز كلياتهم فرحانين ومبسوطين مروقين، ولا إنه الكوميديانز إنن مكتئبين. هي مو لا هيك ولا هيك. أنا نفسي مريت بمرحلة سيئة، كانت مرحلة كثير سيئة بحياتي. يعني كانت مرحلة سيئة على كل الصعد بحياتي فعلا. وصار في هذا التدهور الشديد بهذيك المرحلة. زوجتي وبناتي سافروا على أمستردام، يعني سافروا على هولندا، وأنا ضليت لحالي، وأنا مالي متعود إن ضل لحالي. حسيت بقى بمليون قصة ببالي. شغلي كان كتير سيء بهداك الوقت، كنت عم بستنى يصير شيء معي بالكوميدي وما صار، يعني تأخر كتير. فكل هي العوامل تراكمت، وفعلا يعني كان عندي حالة اكتئاب كتير شديدة، حتى وصلت انه يعني هي مو شغله للتفكر يعني، بس وصلت لمرحلة انه انا كان عندي ميول انتحارية بهداك الوقت.
بعدين تغيرت هاي الظروف وما عاد هالكلام موجود. بس ميول يعني ميول الانتحارية ما هو كتير كبيرة يعني كنت فوت على البيت، كنت ساكن بشقة بهولندا؟ لا بدبي. بدبي كنت ساكن بشقة بتفتح البيت، تفتح باب البيت يعني في هيك صالون صغير، في كوريدور صالون صغير وبعدين في فرندا. اوكي. كنت روح هيك دغري افتح باب الفرندا ووقف عند الدرابزين وطلع هيك لتحت. كنت ساكن بالطابق الخامس، كان في تحت باركينج في سيارات. قول والله يعني ماشي حال الوعي، الفيو حلو من ما فوق بحس يعني انه اذا نطيت بجوز يعني انه اتس فاين يعني، ما بحس فيها سريعه. كنت فكر جديا بهذا الشيء. ايوه بضل فتره بعدين لما نعرفوا رفقاتي ما عاد تركوني، صاروا يقعدوا معي بالبيت ما يتركوني لحالي. بس كانت لفتره كتير وجيزه يعني، انت عم تحكي لك 3-4 شهور هي منيح اللي ما عملتها. نحن كثير مبسوطين انك انت موجود معنا حاليا يعني ما كنا رح نعمل انواع لغاء ولا كنا رح نحضر لايك. عمار انا في كثير احاديث وكثير حابب نضل ونحكي كثير، بس بعتقد وقتنا خلص. انا كثير مبسوط لوجودك معنا ونتمنى تضل عنا حتى بسوريا يعني ما تسافر، مع انه انا حابب اني اسافر اكثر منك، بس انبسطت كثير بوجودك معنا ويعطيك الف عافيه. شكرا كثير، تسلم لي، خليني. انا مره قاري تعليق تحت انت عمري لأم كلثوم، انت عمري لأم كلثوم، واحد كاتب لك عليك وعلى الخليل. ماتت ام كلثوم يعني، حتى لو اخذت النقد ما فيها تصلي، خلص ماتت، اتركها لأم كلثوم. عرفت؟ نفسه هذا محمود اندرسكور 312 بينبق. محمود اندرسكور عن جد وين بينبق لك هذا محمود اندرسكور 312؟ ما بتفهم. بده بكل شغله يعني بكل شغله يطلع لك عملت منيح مو عاجبه، عملت قبيح مو عاجبه.